السلام عليكم. بتكلم معكم في موضوع حساس، وأرجوكم رجاء تستمعون لي إلى نهاية المقطع. شوفوا هذه الأسرة دمرتها شغالة ب1000 ريال، دمرتهم الشغالة ب1000 ريال. كيف دمرتهم الشغالة ب1000 ريال؟ حنا ترى عندنا ثقة زائدة بالشغالات، ونستأمنهم على البيت وعلى كل حاجة. حتى لما يجي صاحب المطعم أو يجي صاحب السوبر ماركت جايب غرض، ما نقول للعيال روحوا وهم موجودين عندنا في البيت. من اللي يطلع عند الباب؟ تطلع الشغاله. تدرون عنها وش يصير بينها وبين اللي عند الباب، سواء كان من مطعم ولا سواء من صاحب السوبر ماركت. وهذا ما صار مع العائله هذه، شغاله تشتغل عندهم، حطوا الثقه التامه فيها. 8 سنوات حدثتني ربة الأسرة تقول يا أبو تركي 8 سنوات والشغالة هذه موجودة بيننا، نثق فيها ثقة تامة. فلما راحت عند الباب وتعرفت على صاحب البقالة اللي يجيب الطلبات ويودي الطلبات، صار بينها وبينه معرفة ود. وش النتيجة؟ النتيجة ان اعطاها جوال بكاميرا. يلي قاعدين شغالاتكم في البيوت معاهم جوالات بكاميرات يصورونكم وانتم ما تدرون. اعطاها جوال بكاميرا واعطاها 1000 ريال، قال صوري لي البيت، علمها واتفق معاها. الحرمة هذه تقول لي احنا ما ندري، هي بيننا عايشة، ندخل المسبح هي معانا، نقعد ناكل هي معانا، تساعد بناتي على تغيير الملابس، تساعد بناتي في البيت، تخش عليهم وهم نايمين، تغطيهم وهم نايمين، تخش احيانا علي انا وزوجي في الغرفه، تحط حاجه وتطلع. وهذا غلط، لكن تقول احنا وثقنا فيها. والنتيجه وش يا اخوان؟ النتيجه انها قاعده تصورهم، صورتهم كلهم. صورت البنات المسبح، صورت البنات في غرفتهم يغيرون ملابسهم، صورت البنات يرقصون في مبسوطين مع بعضهم. حتى بنت عندهم نفسها من فاس، زوجها جاي وجالس مع زوجته، قد يقبل زوجته، قد يمازح زوجته، صورتها. صورت الزوج مع زوجته اللي هو زوج البنت، وصورت المرأة صاحبة البيت مع زوجها وهي في سريرها نايمة، وصورت البنات وهم نايمين شبه عريانات نايمين في غرفتهم ما يدرون. اخرتها وين ودت الجوال؟ ضد صاحب السوبر ماركت. تقول ربة البيت هذه والله ما اعلم شيء عن هذا الرجل، الا اني اعرف ان صاحب السوبر ماركت يجيب لي الطلبات، يودي الطلبات، وتفاجأ في يوم من الايام يطلب مني سلف 50,000 ريال. قلت له انا سلفك 50,000 ريال؟ من اين اعطيك 50,000 ريال؟ بعدين انا ايش عرفني فيك اعطيك 50,000 ريال؟ قال لا انا ظروفي، وراح ارسل لك رساله على الجوال على الواتساب اشرح ظروفي فيها والصور التقارير الطبيه. تقول ترسل لي التقارير الطبيه لعلي اجد من يساعدك. تقول تفاجأت انه يرسل لي صور بيتي، يرسل لي صور بناتي، يرسل لي صورتي وانا مع زوجي. واحنا فقدنا الشغاله على فكره. ارسل لي الصور بعد ما هربت الشغاله بشهر، اتفق معاها اننا ما نقدر نرسل الصور والشغاله موجوده داخل البيت، لان الشك راح يروح على الشغاله. احنا فقدنا الشغاله انها هربت، لكن ما كنا ندري. تقول انا انهرت، وخاصه ان زوجي مريض بالقلب، وخفت عليه، وخفت على بناتي يطلقون لما يشوفون صورهم منتشره، وخفت على مستقبلي، وخاصه اني في وظيفه مرموقه وزوجي كذلك. تقول بدا يهددني وبدا يبتزني، اخذ مني 50,000، ومره ثانيه اخذ مني 50,000، واخذ مني 100,000، حتى وصل المبالغ اللي اخذها مني صاحب البقاله 370,000. انا تقول تعبت. شوفوا الثقه الزايده، يلي وثقتوا في الشغالات داخل بيوتكم، يلي تعطونهم الجوالات. صورت زوجها وهو نايم وهي وياه، صورت بناتها، صورتهم في المسبح، صورتهم يغيرون ملابسهم. لا تثقون بالشغالات، شيلوا الجوالات من ايديهم اللي فيها الكاميرا، تحفظوا على سريتكم التامة داخل البيت، خلوا لبيتكم خصوصيات. الشغالة ما هي منكم وفيكم. انا هذا الكلام اقول لكم كنصيحة. اسمعوا ايش اللي حصل مع المرأة هذه. تقول انا في خلال شهرين انهرت، ولاحظوا علي ابنائي، بناتي واولادي وزوجي، وكنت مغبية ما اخبرهم باللي جرالي واللي حصل، وبدأ الرجل هذا يبتزني. خفت على بناتي يطلقون، خفت على زوجي يحصل له حاجة، جيته تفديته توسلت له. كان ياخذ مني الفلوس، واحيانا يعطيني رقم حسابات ارسل له الفلوس، حتى اني اصبحت مديونة. حاولت اني انقذ نفسي من هذا الذيب، لكن لم اجد منه اي فائدة. توسلت وبدأ يساومني، قال لا تخافين، انا الشرف ما ابغى شيء، انا ابغى فلوس، انا بس ابغى فلوس. قلت خاف الله فيني. الين جاء يوم من الايام وانا طالع من مقر عملي، شوفوا، وجدت لي رجل عليه وقار وعليه خير، وعلى وجه الوقار والخير، ملتحي ملتزم في سيارته الخاصة، ينتظر
ما ادري من ينتظر. ساقني الله ليه وجيته وطلبته وقلت له يا اخي انا عندي قضيه. ايش اللي خلاني قلت له؟ لاني كنت اتابع برنامج في التلفزيون وشفت احد المشايخ جزاه الله خير يتكلم عن الابتزاز ويتكلم عن المساعدات ويتكلم عن اللي حصل، فتشجعت، جتني شجاعه قويه بعد 4 شهور أو 5 شهور من ابتزاز هذا الذئب البشري، اللي ذبحني وكل اللي وراي اخذ مالي كله. فرحت له فقلت له انا عندي مشكله، ارجوك ساعدني. قال لي وش مشكلتك؟ فتطرقت لبعض الامور. قال لي لحظه شوي، انتظريني ربع ساعه. فراح الله يجزاه خير ورجع معه مرأة، قال هذه زوجتي، اركب معانا في السياره واشرحي لي اللي حاصل. ركبت معاه في السياره، شرحت له قضيتي من الى. الله يجزاهم خير رجال الهيئه يا جماعه الخير، انا اقولها من الان ابو تركي اقول لكم اياها، والله العظيم الجماعه هذا لهم فضل كبير على كثير من العوائل في مملكتنا الحبيبه. هذا رجال الهيئة، رجال الحسبة، لا نتكلم عليهم بسبب خطأ فردي من ناس وكذا، ترى لهم دور فعال في معالجة القضايا الكثيرة. وهالناس اللي قاعدين يذمون يتكلمون فيهم، والله العظيم لو يقعون في مشكلة يجدون يتمنون ان رجال الهيئة يقفون معهم لحل هذه المشكلة. هذا الرجل شوفوا سبحان الله طلع من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال له الحل عندي واطمئني يا أختي بإذن الله. تقول في خلال أسبوع بفضل رب العالمين قدرت أحصل على جزء كبير من مالي، وقدرت أحصل على حريتي التامة اللي كنت مقيدا بها عند هذا الرجل. والآن تقول أنا الآن مصابة بصدمة، وعلمت بناتي وعلمت زوجي في الأخير باللي حاصل، وكانوا ما يعرفون شيء ولاحظوني أني أنا حتى وزني نزل أكثر من 10 كيلو. يا جماعة الخير الشغالات اللي عندكم في البيت تموا لهم ولاحظوهم وراقبوهم، ما يمنع تاخذون جوالهم وتفتشونه وتشوفون الصور اللي فيه. فهذه القضية حادثة وصايرة. لا تثقون بالشغالات، ولا تثقون بأصحاب المطاعم، ولا تثقون بأصحاب البقالات. بعض يقول عندنا اختبارات نذاكر ونطلب طلب آخر الليل الساعة 1 الساعة 2، ونقول للشغالة روحي عند الباب خذي الطلب. تتأخر برا، ويني؟ قالوا في المطبخ أكيد، وانتم فوق تدرون عنها. اليوم خذت الجوال وصورت، والله بكرة تدخل على بناتكم وعلى محارمكم داخل بيوتكم وانتم ما تدرون ايش اللي يصير ويجري. ويمكن بكره الله لا يقدر شر تحط حاجه لكم في الشاي ولا في الاكل وتدخل عليكم. فاذا كان انتم تعطون الثقه التامه للشغاله بهذه الطريقه، على الدنيا السلام. اتقوا الله في انفسكم وخافوا الله في انفسكم، واسال الله العلي العظيم ان يكفينا شر من كان بشر، ويكفينا شر الشغالات اللي ما يخافون الله فينا واحنا احسننا فيهم. مع تحيات ابو تركي، ناصر الدوسري، راس دنوره.